أقامت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جمعية عمارة للتنمية المجتمعية ندوة ثقافية بحضور الفنان حسين فهمي وزوجته آنا. أعرب فهمي عن شكره للقائمين على الفعالية واستعاد ذكرياته الفنية، بينما كشفت زوجته عن ارتباطها بالإسماعيلية كونها مسقط رأسها، حيث كان والدها مهندسا يعمل في شركة الملاحة بقناة السويس. زارت زوجة الفنان منزل طفولتها في شارع عمر بن الخطاب رغم خضوعه للترميم، مما أعاد لها ذكريات عزيزة. كما قامت زوجان بجولة سياحية شملت معالم بارزة مثل منطقة نمرة 6 المعدية الشهيرة ومستشفى هيئة قناة السويس حيث ولدت زوجته. عبر حسين فهمي عن سعادته بالزيارة وحفاوة الاستقبال من مسؤولي المحافظة، مشيدا بجمال المدينة. تضمنت الجولة مواقف طريفة، حيث استعاد الفنان مشاهد من أفلامه التي صورها في المنطقة، وشارك المدون الأثري محمد حزين بإعادة تصوير بعضها، مما أسعد فهمي بربط الأجيال الجديدة بأعماله الفنية.